السلام عليكم متتبعاتي الوفيات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. تنتمنىكم ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، وتتمنى توفيق جميع المشاهدين ديالي. اليوم نشارك معكم ان شاء الله واحد الوصفه باش تمسحوا البلاكار، ووصفه باش غادي تشطبوا الزرابي، وغادي نشارك معكم واحد العشيوه صراحه سهله مهله وتتوجد دغيا ولذيذه بزاف. نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دابا هنايا راه بدات الوصفه انا نقولها لكم. هنايا 2 معالق ديال البيكربونات، الملحه من 2 معالق حتى ل 3 حتى ل 4 على حساب الزربيه عندك قداش، والقرنفل مطحون. هنا انا راه درنا هنايا معلقه كبيره، هانتوما دايره معلقه كبيره، انا ما كانش عامره مزيان، غادي نخويها كامله وصافي. وتنخلط ديك الوصفه اللي عندي، وغادي نشدها وغادي ندردرها على الزربيه كامله. عرفتي تتخلي واحد الريحه في الزربيه ما يمكنش نقول لكم، وتتنقيها وتتحيد منها حتى ديك الخمله، تتحيد منها. كما عارفين الملح والبيكربونات تيحيدوا الميكروبات. القرنفل تيعطي واحد الريحه زوينه بزاف، وتا هو تيحيدوا ديك البكتيريا. هنايا احنا حيت هاد الزربيه بحال مصبنينا عافيامات ديال رمضان، ما بغيناش نعاودو نصبنوها. صافي قبلنا درنا لها غير هاد الوصفه، تتدردري عليها كامله وتتخليها. انا بالنسبه لي انا راه عاني زديت لكم اللقطات، ما بغيتش باش ما ندوخكمش كل فيديو، يعني كل حاجه درتها لكم بوحدها. هنايا راه درناها من الصباح حتى العشيه، يعني حتى شقينا وخمنا. هنا راه مع ديك التخميله ديال غادي نحكوا فيها البلاكارات وداكشي، يعني حتى سالينا التخمال وكلشي. عاد جات هنا راه طفلتي اللي تتشقى. انا صراحه انا راه تنصور، عارفين انني متقله، ما تنقدر الصراحه نشقى بزاف. تشدت المشطه، اي مشطه عندك ما بقيتيش باغياها تتشديها وحتى وتتبقاي تحكي في ديك الزربيه. ليش هاد الطريقه؟ باش هذيك الملحه وهذاك القرنفل وهذاك البيكربونات تدخل الزربيه لداخل وتتنقيها من الداخل، وتخرجوا كاع داك المهم داك البكتيريا وداك الشيء، وتتنقى وتتحيد منها ديك الخمله. يعني صراحه ترجع الزربيه بحال مصبناها. صافي تندير هذيك الطريقه. صافي قلنا خليناها راه هنايا حتى العشيه. عاد جينا جات طفلتي شطباتها، والشطابه تكون شويه حرشه باش تتجمع لك ديك الملحه وتتجمع لك داك الزوائد كاملين. تتحيد، راكم عارفين ان الملحه تتحيد حتى الريحه من الزربيه انا كانت كسارده ولا شي حاجه. هانتوما شوفوا ما شاء الله كي تتولي الزربيه تتشعل. اللي شافها يصحبك واش صبنتيها. صراحه الطريقه راها مجرباها انا بزاف شحال من مره، صراحه زوينه، وقلت علاش لي ما نشاركهاش معاكم. نقدر منكم حيت ديما فين ما تنكون مونطيت يدوز شي موطور. هنايا غادي نشارك معكم الوصفه الثانيه اللي هي باش حكينا البلاكار. هانتوما شوفوا كاين هنا كيداير بالدسم. صراحه كنت مصوره اللقطه باش كانت طفلتي تتخلط ديك الوصفه، ولكن ما عرفتهاش فين مشات ليا. هانتوما شوفوا هنا راه معلك. نقولها لكم غير بفمي. دارت الحامض، عصير ديال الحامض، ودارت سينيال، ودارت داك ديال الماعن، اوني ديال الماعن، والخميره. صافي تتخلطي كلشي وتتشدي وتدهني به البلاكار ديالك، البلاصه اللي فيها الدسم، وتجيبي تدوزي بواحد الحلفه. هذيك الحلفه اللي تتكون اللي عندها الخضر والبونجا من الفوق، او ديك اللي تتكون حرشه شويه. انا عندي وحده شويه حرشه. تتشدي تدوزي بها كامله البلاكار ديالك. هو من الاحسن تدوزي واحد البلاصه وتتمسحي، تدوزي وتتمسحي. وعلاش؟ باش ما تتنشفش، وما خصك ما ديريش الماء. هانتوما شوفوا كي تيبري تبارك الله، رجع واعر وحيد منه الدسم، يعني ولا نقي. انا صراحه ما كنتش نصحب ان الوصفه غادي تنجح حتى لهكا. كنا شفنا حتى حنا غير في اليوتيوب وصافي وجربناها. وتدار حتى الماعن ديال الالومنيوم حتى هما تتشدي تدوزيهم وتدوزي ديك الحليفه
صراحه تيرجعوا تيشعلوا بحال هكاهم. ولكن صراحه انا بالنسبه ليا الماعن تيعجبني فيهم الزيكس. اما بالنسبه للبلاكار هكا فيه الدسم صراحه رجع نقي. هانتوما شوفوا هنا راه حيت كنا درنا ليه واحد الخضره ولا داك واحد البرودوي وبحال خلى فيه واحد بحال طباعي بيضين. هانتوما شوفوا ما شاء الله كي جا ولا نقي 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 بزاف. تنقول لكم جربوا على هذه الوصفه وما تندموش عليها. تنقول لي اول مره تشوف القناه ديالي مرحبا بك في قناه زهره البيت، قناتي وقناتكم، او اشتركي في القناه باش يبقى يوصلك كاع الجديد. هنايا غندير معكم واحد العشيوه صراحه جات لذيذه 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 بزاف وسهله واقتصاديه. وانا راه ما تنشاركش معكم اي حاجه، الحاجه اللي ما تتصدقش ليا ما تنديرهاش، وتنشارك معكم طيابي وتنشارك معكم يعني النهار ديالي كيفاش تيدوز. درت هنايا الخرقوم وسكينجبير، يعني كل واحد تيدير العطريه على حسب القياس ديالو. انا بالنسبه لي الكميه اللي دايره درت معلقه. هنا التحميره راه درت 2 معلقات، بقينا جاتني كثيره درتها 1.5 معلقه. هنا راه ديك المعلقه الصغيره باش المعلقه الصغيره كاينه الكبيره وكاينه اللي صغر منها على ديال القهوه، يعني هذيك المسطه. درت البزار ما تكثروش بالنسبه اللي عنده الدراري الصغار. اللي ما عندوش عزيز عليه الحار يدير شويه الشونيه والكمون. وهنايا غادي ندير الملحه حسب الذوق. هنايا غادي نحك انا واحد 2 ريوس ديال الثومه، هادو راه 2 ريوس راهم كبارين. وتندير هنا القزبر والمعدنوس. هنا راه كانوا عندي في الثلاجه راهم قاصحين، نديرو كميه شويه مزيانه حيت الربيع تيجي زوين مع الدجاج. وهنايا عندي القزبر حبوب مطحون غبره. وتندير شويه الماء باش نخلط هذيك العطريه، تنخلطها مزيان لان راه تنفرتت في داك الربيع حيت صراحه بقى قاصح. وصافي وهذيك العطريه غادي ندوزها في خيزو. ثم درت انايا ثلاثه الخيزوات مقطعين دواور، ستفتهم في المول ديال الزاج. اللي ما عندهاش المول ديال الزاج ديري داك المول العادي ديال الحديد، غير هو على حسب حيت تيكون فيها البلول يعني يقدر يفيض لك من غير شي. كانت عندك شي طاوه تكون شويه عاليه. هنايا البطاطا حتى هي درت صراحه ما عقلتش واش 4 ولا 3 البطاطات. المهم حيت حنايا تبارك الله رحنا عائله كبيره ما شاء الله، يعني راه داكشي باش انا تنكثر من اي حاجه. بالنسبه للناسنا كانوا قليل يدير عاد داكشي قليل، يعني ما ديرش كاع هذيك الكميه. صافي هنايا وديك البطاطا حتى هي غندير فيها نفس الشرموله اللي وجدت الاولى، يعني ديك الشرموله غادي نديرها في خيزو نديرها في بطاطا. هنايا راه كل مره تندير معكم شي لقطه تيدخلوا بناتي تنعقب نقطع تنعاود نمشي نهضر معاهم وترجع تاني. هذا ما يسمحوا لي وصافي في هذا الفيديو. صافي هنايا درت الكميه كامله اللي عندي ديال المهم الخضره ستفتها هي الاولى. خيزو الاولاني حتى ياخذ طياب. هذا بطاطا اللي ما بغاش خيزو ما ديروش، يعني ماشي ضروري ديري بطاطا بوحدها. وهذوك الجنيوحات هنا راه درت جنيوحات وشي فخاد، زدت شويه الربيع وداك شويه ديال الملحه خاصني زدت واحد شويه صافي تنشرملهم. هنايا انا هنا صراحه ما جبتهمش بكري، يعني غير وجدتهم وحطيتهم. بالنسبه انا بغيتيهم يجيوك حسن كتر كاع توجديهم بكري بحال مثلا في الصباح وتا العشيه وطيبيهم، ولا توجديهم مثلا في الصباح حتى لميقات الغدا، المهم ساعه ساعتين هكا قبل. انا صراحه راه كي وجدتهم كي جبتهم من الثلاجه درتهم واحد شويه دابا وصافي وشرملتهم وحطيتهم فوق. ولكن جاو بنانين بزاف كاع. غنبقى نشكر لكم فيهم حتى تجربوهم.
صافي هنايا استفتي هنا دوك الجنيوحات والفخار. قلت لكم هنا ماشي ضروري انكم ديروا هاد الكميه كامله، كل واحد تيدير الكميه على حساب الاشخاص اللي عنده. صافي ديك الشرموله ما غاديش نضيعها، درتها فوق دوك الجنيحات. صراحه جات ديك الشرموله واعره بنينه. صافي هنا غادي نزيد واحد شويه ديال البلول. هو صراحه ما تكثروش نتوما البلول، انا راه طلقت ليا البلول حيت راه مرقت. طلقت ليا، ولكن مني سطها طابت عقبت نقصت منها هذاك البلول ودرته في الكاسرونه وخليته حتى اختار، وعاود زدته فوق منها ودخلتها عاود تحمرات. درت تمايا زيت العود وزيت المائده. صافي وغادي نغطيها بالكاغيط ديال الطبخ، وغادي ندير ليها الكاغيط ديال داك الالومنيوم. صافي وغادي ندخلوه للفران على فران سخون وتنتقبهم باش ما تيفيضش ليا. ومن الاحسن من الاول ما تكثروش الماء. انا درت واحد شويه المرقه يعني حيت حنا اصلا تيبغيو التغماس. داكشي باش كثرت شويه المرقه. اللي تيبغيه ناشف يعني دير غير داك شويه باش غادي تغسلي ديك الطاوه هكا، باش من ديك العطريه تتبقى تتكبي كتشليها. صافي ما يبقاش يزيد البلول يعني. صافي بارك عليه وهي اصلا الخضره تطلق. هنا انا راه خاض ليا يعني في الفران، معنا عندي الفران هنايا ثقيل ديال الفران ديال الغاز، راه خاضت ليا شي ساعه ونص هكاك. فران سخون مشعله من الفوق ومن التحت. ها هي ما شاء الله بعد ما طابت صراحه جات بنينه بزاف ومدغمره وتنقول لكم جربوها ان شاء الله. واللي جربتها ترجع لي في الكومونتيرات وتقول لي كيفاش جاتها. صراحه وصفه لذيذه وتستحق التجربه، تستحق التجربه. تنقول لكم هنا الى اللقاء، ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو قادم يا رب.